ايه بقى؟ هو ايه؟ هو احنا خلاص كلنا بقينا خبره في مواجهه القروش؟ كلنا بقينا سباحين وبندي نصايح ازاي نواجه القرش؟ يا عم ادي نصيحه لنفسك الاول. انت لو واجهت قرش اصلا هيجي لك تبول لا ارادي. استغربت جدا يا جماعه من بعض النصائح اللي الناس بدات تحطها على قنواتها وعلى حساباتها على السوشيال ميديا، بيدوا نصايح ازاي تواجه القرش. يا اخوانا انتوا بتفكروا ازاي؟ انا عايز افهم. ده قرش يا جماعه، انت بتديني نصيحه وانا واحد اصلا على الله حكايتي في العوم، بتديني نصيحه ازاي اواجه القرش؟ ده انا لما بيلف حوالين رجلي كيس بلاستيك في الميه بيجي لي تبول لا ارادي. يا راجل يا راجل حرام عليكم. انتوا يا اخوانا انتوا في ايه؟ انتوا في ايه؟ انتوا مستوعبين اللي انتوا بتقولوه؟ انتوا بتديني نصيحه ازاي؟ انا عايز افهم. اللي يقول لك القاعده الاولى لما تيجي تواجه القرش اقف بشكل عمودي في الماء. يا عم هو انا عارف اقف بشكل افقي لما اقف بشكل عمودي في الماء؟ يا اخوانا ناس كتير على الله حكايتها في العوم وساعات بتنزل بلايف جاكيت. فالفكره كلها ان انا مش لسه هفكر ازاي اقف بشكل عمودي. عموما تاني قاعده يقول لك ايه؟ واجه القرش مواجهه مباشره. يا صلاه النبي يا باشا، انا محتاج حد يقول لي ازاي اواجه كلب على الارض مش قرش في الميه. انا محتاج حد يعلمني قاعده اواجه كلب انا وهو على الارض، بنمشي على الارض مش هواجه قرش. القاعده الثالثه بقى واهم قاعده، انك تبص في عين القرش كويس وتحسسه ان انت مش خايف. يا اخوانا يا اخوانا، ده انا لما بشوف فيلم رعب في التلفزيون ممكن ليله كامله ما بنامش تقول لي ابص في عين قرش. القاعده الرابعه يقول لك حط ايدك على مناخيره ووجهه للاسفل عشان يبعد عنك. اقول له استنى بس بعد اذنك اراجع القواعد تاني وافهم انا هاجي لك من انهي قاعده، الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، ولا اقول لك انصرف يا شطار. ايه يا اخوانا القواعد دي انتوا بتقولوها الناس عاديه مش ناس محترفه اصلا. الناس اصلا لما بتشوف قنديل البحر بتخرج تجري من الميه. انت بتقول لي ايه؟ واللي جنني اكتر بقى اللي هو البيان بتاع محافظه القليوبيه في ازاي انك تواجه القرش. يقول لك ان انت تقف كده مش خايف وتثبت مكانك وتحاول تضرب القرش في اماكن حساسه. يا باشا اذا كان هو جاي اصلا يقرمني من الاماكن الحساسه اللي عندي، انا هضربه في المكان الحساس ازاي؟ وانا اعرف اصلا المكان الحساس اللي في القرش ازاي؟ انت لو نزلت الميه ولقيت سمكه قرش قلبك هيقف في لحظتها. القاعده الوحيده اللي ممكن اتبعها في القواعد كلها اللي موجوده دي ان انا اتشاهد، ان انا اول ما اشوف قرش اتشاهد. هي دي القاعده الوحيده اللي انا ممكن اتصرف فيها في مواجهه قرش في الميه. بلاش تشتغلوا الناس عشان ترفعوا المشاهدات. الغواص اللي هو بيدي ارشادات للناس، انت اصلا يا باشا انت عمت وواجهت القروش 100 مره قبل كده، نزلت في قفص وبعد كده نزلت في شوال. المهم ان انت واجهت القرش كتير، انا ما واجهتش سمك يبوري في الميه. فانت ازاي بتنصحني ان انا اواجه قرش؟